السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا اكو قسم من المتابعين طلبوا شلون يعرفون الذكر والأنثى بالهامستر السوري، شلون يفرقون يعني بين الذكر والأنثى. فاليوم إن شاء الله راح نشوفكم شلون تفرقون بين الذكر والأنثى بالهامستر السوري. طبعا أول شي تقدر تشوفهم يعني من خلال حركتهم لما يتحركون. مثل إذا تشوفون هذا الأسود، شوفوا الانتفاخ اللي جوا الذيل، يعني تكرمون الخصيتين تكون بشكل واضح مبينة عند الهامستر البالغ. لما يتحرك مبين يعني عنده انتفاخ جوا الذيل بشكل واضح، يعني مبين. هذا مثل ما تشوفون هذا انتفاخ الجوا، هذا ذكر. الأنثى ما عدا هذا الانتفاخ، أما الذكر مبين واضح، يعني خلال الحركة خلال المشي راح تلاحظ الانتفاخ اللي جوا الذيل عنده. فهذه أول شغلة تميز الذكر. الأنثى ما عدا هذا الشيء. مثل هذه الأنثى مخليها، هذه أكبر وحدة كانت عندي. حاليا لو تمشي ماكو انتفاخ جوا الذيل يعني مثل الذكر. أما الذكر هذه أول طريقة تميز بها الفرق بين الذكر والأنثى. والصغار راح أشوفكم شلون تفرق بالصغار. هذا ذكر صغير عمره تقريبا شهر، طبعا يخاف. إذا تلاحظون ما عنده أي انتفاخ بالأسفل، ما يبين يعني عنده انتفاخ. الذكر الصغير تميزه عن الأنثى. الذكر الصغير يتميز عن الأنثى أنه مخرج الفضلات يكون بعيد عن الجهاز التناسلي، فهذه المسافة تكون بعيدة، يعني ما متقاربات. المخارج يكون واحد بعيد عن الثاني مثل ما تلاحظون. هم راح أخلي لكم صور واضحة. يكون المخرج الفضلات بعيد عن الجهاز التناسلي، فهذا ذكر صغير. هذه أنثى صغيرة. إذا تلاحظون أكو تقارب بين الجهاز التناسلي ومخرج الفضلات، تكون متقاربة بشكل يعني كأنما يعني ملتصقة واحد بالثاني، قريبة بشكل تكون مخرج الفضلات عند الجهاز التناسلي، فهذه أنثى. هذا الصغار تميزهم بهذه الطريقة. أما الكبار يعني مبينين بشكل واضح، مبينين مثل هذا الذكر البالغ الأسود هذا. إذا تلاحظون الانتفاخ عنده، والعضو الذكري مبين واضح، يعني ما مثل الأنثى مثل ما تلاحظون. هذا يميزه عن الأنثى، يعني مبين بشكل واضح. هذه الأنثى مثل ما تلاحظون هذا الانتفاخ ما موجود بالأسفل، وتكون مثل ما قلنا العضو التناسلي قريب على مخرج الفضلات. هاي مثل ما تلاحظون. راح اخليكم صور واضحة تفرق بين الذكر والأنثى. طبعا حاليا بعد ما شفتوا الفرق بين الذكر والأنثى، خلي شوي نعطيكم معلومات عن الهامستر السوري. هو اسمه العلمي قداد سوري، من فصيلة تسمى القداد. يعني هو شكله مشابه للفار بس يختلف عن الفئران، حتى بالحياة الطبيعية اللي يعيشها يعني يختلف عن الفئران كليا. هذا يعيش يحفر أنفاق تحت الأرض، يعيش داخل أنفاق تحت الأرض، ما مثل الفئران، وما يتقرب على مساكن البشر يعني بالطبيعة. يحفر أنفاق وما يتقرب على مساكن البشر. وعمر البلوغ عند الهامستر السوري يبلغ من يصير عمره 40 يوم. يبلغ يعني بين 40 يوم وال50 يوم يتزاوجون بهذا العمر. مدة الحمل 21 يوم. بعد التزاوج 21 يوم تلد الهامستر. طبعا تلد بأول ولادة ممكن 2 أو 3 أو 4. بالثاني ولادة ممكن تلد 6 إلى 12 أو 13 مرات، يعني تلد أعداد كثيرة بالولادة الثانية. وبالنسبة للأكل يأكلون جميع أنواع الخضروات والفواكه. يأكلون هذا الحب الأسود، ويأكلون حب شمس اللي أخشن من هذا يكون. ويأكلون أيضا علف أرانب أو غيرها يعني من الحبوب.
والهامستر السوري يعيشون فرادى بالطبيعة، يعني كل واحد يعيش مستقل وحده، بس وقت التزاوج يعني يتزاوجون وبعدها يتفرقون. ما مثل الروسي، اكو الروسي يصير حجمه اصغر من هذا، الروسي يعيش بمجموعات، اما السوري لا، يعيشون فرادى دائما. يعني حتى مرات اذا تخلي ذكر مع انثى ممكن يتضاربون، واحد يعض الثاني، الا اذا كان مكان واسع مخليهم، يعني من تصير بيناتهم اي مضاربات راح يتفرقون فورا اذا المكان واسع. اما اذا مكان ضيق مثل هذا من تخلي اثنين بي يعني ممكن يتضاربون ويصير بيناتهم مشاكل، يعني واحد يعض الثاني ويؤذي الثاني. وبالنسبة للأمراض، طبعا الهامستر السوري تكون مناعته ضعيفة، يعني ممكن أي مرض يصيبه ممكن يموت قبل ما ينقل المرض، تكون مناعته ضعيفة. ما مثل الفئران، الفئران عندها مناعة قوية بشكل وتقدر تحمل أمراض خطيرة دون أن تنصاب به، يعني مثل الطاعون وغيره من الأمراض، ممكن تنقل هذه الأمراض وما تتأثر بهذه الأمراض يعني الفئران. أما الهامستر لا، مناعته ضعيفة، فأي مرض ممكن يقتل الهامستر قبل ما ينقله. فهذه بعض المعلومات وطريقة شلون تميز بين الذكر والأنثى. طبعا هذا آخر فيديو أصور به الهامسترات، لأن أنا ما أهتم حاليا بهم مثل قبل. تعرفون سويت المحمية وعندي الأرانب والطيور، فبعد قسم من عندهم والباقين هم راح أبيعهم حتى أتفرغ للأرانب والطيور وما ظل عندي وقت للهامسترات. وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.